عيلتها متدينة وحلم حياتها تبقى راقصة. من بلد الجمبري وما راحتش مدارس وعاشت طفولة مأساوية، وصاحبتها ادت لها علقة فتحت لها وشها. شايفة نفسها أجمل من سعاد حسني. الوجه الآخر للفنانة منى عرفة، يا ترى ليه ما راحتش مدارس؟ هل رفضت حملها من جوزها السابق محمود المهدي؟ ايه هي مواصفات فتى أحلامها دلوقتي؟ كمان كل التفاصيل والأسرار دي هقول لكم عليها في الفيديو جديد من حكاوينا. أنا لما حبيبتي هتكبر والنعمة لا تاكل الجو. أول ما بنسمع الجملة دي بنضحك ونفتكر العيلة الجميلة منى عرفة واللي طلعت مع أحمد حلمي واللي فعلا كبرت وكلت الجو. بس تعرفوا بقى إن منى عرفة قبل ما تكبر عاشت طفولة مأساوية قوي، محدش يعرف عنها حاجة، وهي بتحاول دايما ما تتكلمش عنها كتير علشان تقريبا ما بتحبش حد يتعاطف معاها. البنوتة الشقية اتولدت في مدينة اسكندرية، يعني بلد الجمبري والسمك وأكل بحري. هي من عيلة متدينة قوي، عندها 3 إخوات، ولاد و2 بنات، ومنى تبقى آخر العنقود، يعني المفروض تبقى واخده الدلع كله من عيلتها، بس للاسف حصل العكس. اول لما البنوته تمت 4 سنين امها بقى عندها هوس ان بنتها منى تتشهر وتدخل مجال التمثيل. بدات تاخدها كاستنج للاعلانات علشان تشارك فيهم. بالفعل كل المخرجين كانوا بيوافقوا عليها لما بيلاقوها لمضه في الكلام وسابقه سنها بكتير. شاركت منى قبل ما تدخل الابتدائي في اكتر من اعلان وكسرت الدنيا. واول ما دخلت الابتدائيه والدتها شافت اعلان لمخرج بيدور على عيله تقدم دور السندريلا سعاد حسني وهي صغيره، ما ترددتش لحظه وراحت اخدتها من المدرسه وطلعت تجري على المخرج واللي قعد مع منى مرتين علشان يتاكد انها شاطره في الكلام. بعدها وافق عليها وشاركت في السندريلا مع النجمه منى زكي. بالمناسبه هي بعد المسلسل ده كانت شايفه نفسها اجمل من سعاد حسني، وهو بعدها شاركت في فيلم مطب صناعي واللي كان وش الخير عليها وخلاها نجمه بحق وحقيقي. ويا عيني عليها ما عرفتش تفرح بنجاحها في الفيلم ده. كان ابن الجيران كل ما يشوفها يقول لها دمك تقيل، لدرجه انها كرهت كل الولاد والرجاله بسببه، وكانت بتفضل تعيط وما تحبش تتفرج على الفيلم. حتى صحابها اللي في المدرسه كانوا بيفضلوا يقولوا لها انت بقيتي مغروره واتغيرتي، وكل شويه يسمعوها كلام وحش يزعلها. لما اللمضه خلصت الابتدائيه ودخلت الاعداديه فرحت جدا وقالت الحمد لله خلصت من صحابي اللي كانوا بيذلوني. بس المفاجاه انها في اول يوم في اولى اعدادي صاحبتها ادت لها علقه مظبوطه، فتحت لها وشها وقطعت شعرها علشان منافسنا منها. اصل المدرسه كلها كانت عارفاها وعاوزه تتصور معاها، ما هي نجمه بقى. بس شايفين كل الاحداث اللي حصلت في طفولتها دي حرمتها من انها تعيش طفوله عاديه زي اي بنت، بتروح الملاهي وتتفسح مع اهلها واصحابها وتلعب في الشارع. وطبعا ده اثر جدا على نفسيتها حتى بعد ما كبرت. دي حتى ما كانتش بتروح المدرسه غير على الامتحانات. منى عرفة كان حلم حياتها تكون راقصه باليه ورسامه وتدخل فنون جميله لانها شاطره في الرسم، بس للاسف ما عرفتش تحقق حلمها بسبب هوس والدتها بانها تبقى فنانه مشهوره. غابت منى اكتر من 7 سنين عن الاضواء، والكل وقتها قال ان السبب هو اهتمامها بدراستها. بس فجاه ظهرت شابه جميله كبيره الكل اتصدم لما شافها. والغريب انها ما كملتش دراستها اصلا واكتفت بالثانويه العامه. كانت غايبه لحد ما تكبر وتبقى بنت كبيره وملامحها تتغير وانوثتها تبان. شاركت بعد كده في اعمال كتير بس ما حققتش نجاح، واتجوزت وانفصلت بعد كام شهر من الجواز. وقتها ظهرت بفستان كان مبين انها حامل، بس بعد الانفصال قالت لا مش حمل ده كرش، والناس قالت شكلها اتخلصت لما انفصلت عن جوزها. تفتكروا منى عارفه ممكن تاخد دور بطوله الفتره الجايه وتشتغل اكتر على نفسها ولا ايه؟ شاركوني برايكم في التعليقات.